السلام عليكم. بشرى عظيمة جدا أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان كثير الذنوب ويريد أن يغفرها الله له سبحانه وتعالى بلا تعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في البخاري قال الملائكة تصلي على الرجل ما دام في مصلاه، يعني أنا بعد ما أنتهي من صلاتي طول ما أنا قاعد الملائكة تصلي عليه ما لم أحدث، يعني ما لم ينتقض وضوئي، والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. طول ما أنا جالس هذا الجلوس بعد السلام من الصلاة الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال ابن بطال في شرحه على البخاري على هذا الحديث قال فمن أراد أن تغفر ذنوبه وهي كثيرة بلا تعب فليطل من هذا المجلس ليطول استغفار الملائكة له. طول ما هو جالس الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذا مجلس ثمين جدا فلا تضيعه أخي في الله. بعد الصلاة انتظر، أختي أنت في البيت بعد أن تنتهي من الصلاة انتظري حتى تدعو الملائكة لك بالمغفرة. ولا تنسى أخي في الله كثير من الناس يتمنون أن يغفر الله لهم ذنوبهم الكثيرة. وانشر هذا الخير للناس والدل على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.